بيقولوا ان الضربه اللي ما تموتش بتقوي، بس في حياه اليسا الضربات كانت جايه عشان تموت فعلا. سرطان نهش جسمها، واصحافها حاولت تدفن موهبتها، وشركات انتاج مسحت تاريخها، ورغم كده ما وقفتش لحظه انها تكمل مسيرتها. في الفيديو ده هندخل سوا كواليس حياه اليسا، وهنعرف ازاي الوجع كان هو الوقود اللي خلاها تتربى على القمه اكتر من ربع قرن. في أواخر السبعينات وتحديدا من الدير الأحمر في لبنان، تبدأ عيلة بسيطة تلاحظ موهبة بنتها اللي عمرها 8 سنين، والبنت دي كانت اسمها إليسار، اللي عرفناها بعد كده بملكة الإحساس إليسا، اللي من أول ما أهلها لاحظوا موهبتها بدأوا يهتموا بيها، خصوصا والدها اللي قرر يدعمها ويساعدها تشارك في حفلات الأطفال وحفلات المدرسة وأي فرصة غنى تيجي قدامها. السنين عدت وإليسا بتهتم بموهبتها أكتر لحد ما بقى عندها 17 سنة. في الفترة دي قررت إليسا تكبر بموهبتها أكتر، فبدأت تشارك في عروض بمسرحية كان مسرح سياسي بوقتها مع الفنان وسيم طبارة. فتت اشتركت معهم بالتمثيل لأنه كان في أغاني. كمان اشتغلت بعد فترة مع مسرح الساعة 10. بعد فترة قليلة جدا من دخولها لعالم المسرح، شافت إليسا بالصدفة إعلان لبرنامج اكتشاف المواهب الكبير استوديو الفن، المصنع اللي خرج منه فنانين كتير زي ماجدة الرومي وراغب علامة وغيرهم كتير، وده ادى دافع كبير لإليسا إنها تاخد الخطوة وتشارك في البرنامج. ليالي ولا كان الهوى جاي على بالي. ولأن إليسا صوتها كان مميز وقوي جدا، قدرت تخطف الميدالية الفضية من البرنامج. وبعد ما البرنامج خلص، إليسا كانت فاكرة إن أبواب السماء هتتفتح لها، وإن شركات الإنتاج هتبدأ تعرض عليها شغل كتير، خصوصا إن كان في عقد فني بيضمن ليها بداية حقيقية بعد نجاحها في البرنامج. لكن الحقيقة كانت صدمة وقاسية جدا. حزقولي العقد لأنه اعتبروا أنه أنا ما عندي موهبة، وأنا من هون بلشت تحدي إذا بدك. سنين طويلة من المعافرة لحد ما جات الصدفة اللي هتغير تاريخها وتاريخ الإحساس في الوطن العربي كله. في أواخر التسعينات وبعد سنين كتير من الانتظار ومحاولات كتير ما كملتش، بالصدفة قابلت إليسا المنتج والملحن الكبير جان صليبة، اللي من أول مرة سمع فيها صوتها انبهر بيه، وقرر يستثمر في موهبتها وينتج لها أول ألبوم ليها في مسيرتها الفنية، واللي هو ألبوم بدي دوب سنة 99. الألبوم اللي ما كانش مجرد بداية وخلاص، ده دخلها للقمة على طول، وحقق مبيعات كبيرة على واحدة لسه طالعة الساحة بمجرد نزوله. وبقت إليسا ترند بمقاييس زمانها، وقدرت في أول خطوة ليها إنها تحجز مكانها وسط الكبار. لكن برغم النجاح الكبير اللي حققه الألبوم، إلا إن إليسا واجهت هجوم وجدل كبير ما كانش يخطر على بال حد، خصوصا على كليب الأغنية اللي الجمهور شاف إن فيه جرأة زيادة شوية، وبدأ الهجوم الشرس عليها بسبب لبسها اللي ظهرت بيه، واعتبروه خروج عن المألوف. ووصل الموضوع ان في ناس حاولوا يقللوا من قيمتها الفنية، وقالوا انها مجرد موديل وشكلها هو اللي نجحها مش صوتها. إليسا كانت عارفة ان ده تمن الشهرة السريعة، وعشان تثبت انها مش مجرد موجة وهتعدي، كان لازم اللي جاي يكون اقوى. وفعلا قدرت تدخل الساحة بعد كده بخبطة قوية خلت الكل يبص لها من ناحية انها موهبة حقيقية جاية بسرعة البرق، مش مجرد موديل. وده اللي حصل بعد كده في ألبوم واخرتها معك سنة 2001، اللي ثبت رجليها فعليا في سوق النجومية. الألبوم ده ما كانش مجرد تكملة للي فات، ده كان تأكيد إننا قدام فنانة حقيقية. والذكاء هنا إنها ما كانتش لوحدها، دي كانت مدعومة بسوبر ستار العرب راغب علامة في أغنية بتغيب بتروح. وجود راغب علامة مع إليسا في الأغنية دي كان زي ختم الجودة على صوتها وموهبتها، لأن فنان بحجم راغب مش هيغامر مع حد مش موهوب. الأغنية دي تحديدا ومعاها أغنية شافونا اتنين كانوا حالة رومانسية قوية. شافونا اتنين قالوا يا عين، خلى الجمهور يبص لها بنظرة الفنانة، وده خلى إليسا تبدأ تفرض موهبتها بجد. بعد ما إليسا ثبتت رجليها على الساحة، بدأت مرحلة جديدة تماما، مرحلة التحول من مجرد مطربة صاعدة لمحترفة عارفة هي بتعمل إيه بالظبط. وبدأت سلسلة ألبومات ولا واحد فيهم مر مرور الكرام. أولهم كان ألبوم عايشالك سنة 2002، اللي كان فيه مجموعة هيتات كسرت الدنيا زي أجمل إحساس، ما الإحساس في الكون إنك تعشق ومن هواك، أنا مين عندي بعدك ولا مين، اللي نقلتها في حتة تانية خالص. وعايشالك بنفس الوقت نقلتني من هاوية لمحترفة، وكانت إذا بدك الأغنية اللي ثبتت أول خطوة بنجوميتي. لكن النجاح الحقيقي كان مع أغنية عايشالك، عايشالك أحلى سنين، لأنها كانت مختلفة عن أي حاجة قدمتها إليسا قبل كده. بعدها بسنتين وتحديدا في سنة 2004 نزلت إليسا بألبوم أحلى دنيا، واحد من أقوى ألبوماتها اللي بيه قدر يشوفها الجمهور بلون جديد. إذا بدك أحلى دنيا كأغنية
كانت الخط الرومانسي اللي العالم تعرفت علي من خلاله، وبعدين نمط الموسيقى كلاسيك بنفس الوقت خلى العالم او ما بعرف مين اطلق علي لقب الرومانسيه او ملكه الاحساس. مش بس كده، قدرت كمان بيه تاخد اول جايزة وورلد ميوزك اوورد كأكتر فنانة حققت مبيعات في الشرق الاوسط باغانيه المميزة زي حبك وجع انت إلي قلبي كلك منه إلي وكل يوم في عمري. أجمل الليالي أنا لما تشوفك عيني. لكن وسط كل الأضواء والنجاحات والجوائز دي، وفي الوقت اللي إليسا بتبدأ تحس فيه إن الدنيا ضحكت ليها بجد، جت أول صدمة حقيقية ليها في مسيرتها الفنية. الصدمة اللي مش بس أثرت فيها، دي كسرت ظهرها بمعنى الكلمة. في سنة 2004 وبعد فترة قصيرة من نجاح ألبوم أحلى دنيا، خسرت إليسا أكبر سند ليها في حياتها، وهو والدها اللي توفى بعد صراع طويل مع مرض السرطان. الخبر كان بمثابة زلزال هد ركن أساسي في روحها، لأن علاقتها بوالدها كانت علاقة قوية جدا، وكان من أوائل الناس اللي شجعوها وأمنوا بموهبتها من البداية. الضربة دي خلت إليسا تدخل في حالة حزن عميقة، وواحدة واحدة لقت نفسها بتبعد عن الأضواء، لدرجة إن بعض الناس افتكروا إن الحزن ممكن يطفيها ويبعدها تماما عن عالم الفن. لكن إليسا زي ما اتعودنا منها قوية، قدرت تحول الوجع ده لطاقة إبداع، وفي سنة 2006 قدرت ترجع لجمهورها، بس المرة دي العودة كانت مختلفة. رجعت بألبوم بستناك اللي أغانيه ما كانتش مجرد أغاني ناجحة، دي كانت إعلان رسمي لصعودها للاحتراف. الألبوم حقق مبيعات خرافية، وقدرت بيه للمرة التانية على التوالي تاخد جايزة وورلد ميوزك أورد. ومن اللحظة دي إليسا بقت حالة بيستناها جمهور الوطن العربي على نار. في سنة 2007 كملت إليسا السيطرة بألبوم أيامي بيه، الألبوم اللي كان فيه مجموعة أغاني قوية زي أغنية أواخر الشتاء، في أواخر الشتاء قبل اللي فات وأغنية بتمون. وهنا إليسا بقت ماركة مسجلة في الوطن العربي وخصوصا في مصر. كملت إليسا السيطرة بعدها بألبوم تصدق بمين سنة 2010 اللي كسر الأرقام القياسية في المبيعات، واللي من أشهر أغانيه أغنية عبالي حبيبي ليلة البس لك الأبيض وأغنية سلم لي عليه. روح وسلم لي علي. وبرغم ان إليسا في الفترة دي كانت محتلة السوق، لكن كان في حملة انعدام موهبة في الخلفية بدأت من سنة 2006. وفي عز ما كانت إليسا مسيطرة على سوق الكاسيت، بدأت تظهر حملات هجوم ما كانتش بتفوت ليها غلطة في أي حفلة لايف، وانتقادات بتقول ان إليسا مطربة استوديو بس، وان صوتها مش حقيقي، ده متعدل بالأجهزة وما بتعرفش تغني لايف. تخيلوا في الوقت اللي أغانيها زي بتمون وأواخر الشتاء كانت محتلة كل الشوارع والبيوت، كانت الصحافة وبعض الملحنين بيشككوا في أساس موهبتها، وزادت التريقة عليها أكتر بأنها ملكة النشاز مش ملكة الإحساس. الضغط ده كان كفيل يهد أي فنان ويدخله في حالة إحباط تخليه يبطل. لكن إليسا بذكائها كانت بتتجاهل أي كلام بيتقال عليها، واكتفت إنها ترد بأعمالها ونجاحاتها بس. وكملت مسيرتها بعد كده بألبومات قوية زي ألبوم أسعد واحدة في سنة 2012 اللي كان كله بهجة وطاقة، وبعدها ألبوم حالة حب سنة 2014، وألبوم سهرنا يا ليل سنة 2016. كل ألبوم فيهم كان بيثبت إن إليسا مش مطربة ناجحة، دي بقت مدرسة متمكنة جدا سواء في اختياراتها أو التنوع اللي دايما فيه، وبقت هي الرقم الصعب اللي أي شركة إنتاج تتمنى تمضي معاه، ورد قوي على اللي شككوا في موهبتها في يوم من الأيام. لكن في وقت ما كانت إليسا بتكمل تألقها وبتحضر لألبومها الجديد بكل شغف وجمهورها مستني منها الجديد كالعادة، حصل اللي ما كانش على البال ولا الخاطر. بتاخد إليسا تاني ألم حقيقي ليها في مسيرتها، بس المرة دي الوجع ما كانش نقد فني ولا عقد اتقطع ولا حالة وفاة، لا المرة دي الألم كان بيهدد حياتها هي شخصيا. في أواخر 2017 إليسا راحت تعمل الفحص الدوري لسرطان الثدي اللي كانت متعودة تعمله كل سنة عشان تطمن على نفسها، لكن السنة دي الأخبار ما كانتش حلوة لإليسا خالص. فرقت من سنة لسنة. السنة بيّن إنه عندي early stage يعني breast cancer. أكيد ما رح أقول لك إنه كانت شغلة هينة إنه أعرفها، مع إنه الحكمة أول ما قالوا لي
قالوا لي رح تصحي لأنه بعده بأوله. في اللحظة دي إليسا خدت قرار غريب وشجاع في نفس الوقت. قررت إنها تواجه المرض ده لوحدها ومن غير ما أي حد يعرف أي حاجة. هي ما خبتش بس عن جمهورها، دي خبت عن أقرب الناس ليها وعن عيلتها، وبدأت رحلة العلاج والعمليات. لما أنا عملت العملية أنا ما خبرت أمي، يعني أنا ما خبرت عائلتي، كان عندي بس خيي وأختي اللي إجت من كندا، وبقيت عائلتي ما بدي أخبرهم لما توصل لأمي لأنه حسيت رح تكون صعبة عليها، ما بدي يعني كنت إلا غير لما صحيت على الآخر. بدل ما ترتاح بعد أول عملية، إليسا رفضت تستسلم للسرير وقررت تنزل وتغني وتقابل جمهورها، ووافقت تطلع على المسرح في حفلة دبي، لكن جسمها ما كانش بالقوة اللي هي متخيلاه. وفي وسط الحفلة وقدام آلاف العيون، إليسا وقعت على المسرح في مشهد حبس أنفاس الكل. الغريب بقى إن في الوقت اللي إليسا كانت بتموت فيه من الوجع، الجمهور والناقدين ما رحموهاش. لا بدها العالم إنه عم تعمل شيء كرمال تاخد اتنشن والعالم يحكوا عنه، نسيوا إنه أنا إليسا أنا مش بحاجة أعمل هالقصص. وبدل ما تطلع تبرر أو تتاجر بمرضها، اختارت السكوت وكملت علاجها وجلسات الكيماوي في السر، لدرجة إنها شاركت في لجنة تحكيم برنامج ذا فويس وهي في عز تعبها، ومحدش من اللي في البرنامج لاحظ إنها تعبانة. مع الوقت بدأت صحتها تتحسن واحدة واحدة، عشان كده قررت إنها لازم تطلع تتكلم عن الأزمة اللي مرت بيها بس بطريقتها الخاصة. وفي سنة 2018 اتفاجئ الوطن العربي كله بألبوم إلى كل اللي بيحبوني. إلى كل اللي بيحبوني، الألبوم اللي الكليب الرسمي بتاعه ما كانش مجرد أغنية، ده كان رحلة وجع إليسا الحقيقية اللي استعانت فيه بمشاهد حقيقية وتسجيلات صوتية حقيقية من فترة علاجها. وبسبب شجاعتها وإنها قدرت تعدي بكل المراحل دي لوحدها وفضلت واقفة على رجليها، اختارتها الحملة الوطنية للتوعية بسرطان الثدي مخصوص إنها تبقى السفير للحملة دي، عشان تقول لكل ست إن المرض مش نهاية العالم. لكن يا دوب إليسا بدأت تتنفس وتفوق من أزمتها الصحية، كانت في خبطة تانية مستنياها في الطريق، خبطة كانت ممكن تهد مسيرتها الفنية لحد كده. في بداية 2019 كانت منصات الأغاني مسيطرة بشكل كبير على الساحة، وده اللي خلى سياسة شركة روتانا تبدأ تغير النمط اللي كانت ماشية عليه من البداية، وطلعت بشروط جديدة قلبت الموازين. بمعنى الشركة ما بقتش مجرد منتج، دي بقت شريك في كل حاجة، حفلات، إعلانات، وإدارة أعمال، وده عشان تضمن السيطرة على كل مليم بيدخل للفنان. كمان الشركة كانت شايفة إن السبوبة في الحفلات، ومن هنا تركيزها ما بقاش على بيع الألبومات اللي هو كان السوق الأساسي للشركة قبل كده، بالعكس ده بقى التركيز كله على الدخل اللي جاي من الحفلات والمهرجانات، وبقى شرط أساسي في أي عقد. وآخر حاجة روتانا بقت مركزة عليها جدا هي السيطرة الرقمية، وهو يعني إن روتانا حطت إيديها على كل المنصات، يوتيوب وأنغامي وسبوتيفاي، ومنعت أي فنان ينشر أي عمل على حساباته الشخصية من غير إذنها. طبعا الشروط دي ما كانتش سهلة على أي حد، وبدأت الخلافات تكتر بين روتانا وبين نجوم كتير، وعلى راسهم إليسا اللي جمهورها صحي في يوم وليلة على كارثة. روتانا مسحت تاريخها وأغانيها من على يوتيوب. الصدمة كانت تقيلة لدرجة إن إليسا من كتر الضغط اللي كانت فيه نزلت ببوست هز السوشيال ميديا، أعلنت فيه اعتزالها الفن نهائيا. الخبر ده شعل الغضب الجمهور وخلاه يقوم بحملة هجوم عنيفة على روتانا. لكن وسط الحرب دي تطلع إليسا وتفجر مفاجأة تانية بإن قرار اعتزالها ملوش أي علاقة بمشاكلها مع شركة الإنتاج. الجمهور فضل في حالة ترقب وقلق لسنة كاملة لحد ما جه الرد العملي اللي قطع كل الشكوك باليقين، وأثبت إن العلاقة مع روتانا لسه فيها فصل جديد ومفاجئ. في سنة 2020 وبالتحديد بعد سنة من مشكلة إليسا مع روتانا، بتنزل إليسا بألبومها الجديد وهو ألبوم صاحبة رأي. أنا صاحبة رأيي وعايشة حياتي بوجهة، اللي بتكمل بيه مسيرتها مع شركة روتانا، وفي نفس الوقت كان رسالة قوة لكل محبينها إنها تفضل موجودة على الساحة، وأثبتت فيه إن الوجع ما كسرهاش، بالعكس ده خلى إحساسها أعمق بأغاني زي أغنية هنغني كمان وكمان، هنغني كمان وكمان، وأغنية انت قصادي، وانت قصادي، أنا للأحلى معاك بتغير. وكملت بعد كده مسيرتها بأعمال زي دويتو من أول دقيقة سنة 22 اللي كان مع سعد المجرد. من أول دقيقة لحبك قلبي معاك. الديو ده ما حققش نجاح عادي، ده كسر الدنيا وبقت الأغنية الرسمية لكل الأفراح والمناسبات الرومانسية في الوطن العربي كله. وفي 2024 نزلت إليسا بأحدث ألبوماتها أنا سكتين. أنا سكتين، حلم وكابوس، اللي من أشهر أغانيه أغنية نظرات، نظرات في السر وراها، وأغنية العقد. بالعقد ده عقدتني. وفي
وفي وسط كل النجاحات الغنائية دي قررت إليسا إنها تفتح قلبها للجمهور بشكل مختلف خالص، ودخلت مجال التمثيل لأول مرة من خلال المسلسل الوثائقي اتس اوكي. انبسطت انه لقيتك لانه ما عرفت، الله يطول عمرك، ما عرفت مين موجود، وعم قول لهم صر سميرة موجودة، يقولوا ما بنعرف بدك تنزلي، فهلا انبسطت انه شفتك. المسلسل ده ما كانش مجرد تمثيل، ده كان كشف حساب لرحلة كفاح طويلة حكت فيها إليسا حكايتها من البداية لحد اللحظة دي بكل الانكسارات والانتصارات اللي مرت بيها، وخلت المشاهد يشوف إليسا الإنسانة مش بس النجمة اللي على المسرح. الظاهر إن ضريبة القمة عند إليسا ملهاش آخر حتى لحد النهاردة، وبالرغم من كل النجاحات اللي حققتها لسه لحد النهاردة بتقابل موجات هجوم عليها، بس المرة دي كان الهجوم بشكل مختلف، كانت موجة هجوم وتنمر كبيرة على شكلها. حسابات كتير على السوشيال ميديا بدأت حملات تريقة قاسية ما فيهاش ريحة الرحمة على ملامحها وشكلها اللي اتغيروا في آخر فترة بسبب سنها الكبير، والواضح جدا إن الحملة دي كانت مقصودة ومترتب لها عشان تكسرها وتهز صورتها قدام جمهورها. والحقيقة إن حملات التنمر دي ما ظهرتش في آخر فترة بس، دي بدأت من وقت ما اتصابت إليسا بسرطان الثدي، من وقتها وحملات التريقة بدأت عليها، لكن إليسا كانت بتتجاهل كل الكلام ده لحد ما قدرت في مسلسلها الوثائقي تشرح فيه كل اللي حصل، سواء من التغيير اللي حصل في شكلها بسبب المرض أو بعمليات التجميل الفاشلة، ووضحت قد إيه التنمر كان بيأثر في نفسيتها بشكل كبير، وده رغم صمودها. وعشان كلنا فهمنا دلوقتي قد إيه إليسا قوية قدرت تتعافى من كل الهجوم اللي حصل عليها، وساعدها في ده كتير من الفنانين اللي دافعوا عنها، من الفنانين اللي أنا بحبهم على المستوى الفني والمستوى الشخصي. ما اتمناش اي حاجه وحشه خالص تحصل لها. انا بحبها، فلو عرفت ان حد اتنمر بيها هتضايق قوي يعني. لكن فكره التنمر بشكل عام ما هياش فكره، يعني هي فكره فعلا سيئه. في الفتره الاخيره كملت اليسا مسيرتها بعيده عن الالبومات، لكن نزلت بتترين من اقوى اغانيها زي تتر مسلسل وتقابل حبيب، بتقابل حبيب وتفارق حبيب، واغنيه ما تخذلنيش لفيلم السلم. النهارده إليسا عندها 55 سنة ولسه لحد النهارده واحدة من أهم الأصوات النسائية في الوطن العربي، مش بس بصوتها المميز لكن كمان بإحساسها اللي خلى الجمهور يسميها ملكة الإحساس، واللي خلى أغانيها القديمة لسه عايشة ومستمرة لحد النهارده. ورغم كل السنين والنجاحات والتحديات الصعبة اللي مرت بيها، إلا إن إليسا قدرت تثبت إنها فعلا نجمة حقيقية، وعشان كده هيفضل اسم إليسا دايما مرتبط بالنجاح والإحساس اللي صعب تلاقي زيهم. والسؤال هنا بقى، هل رحلة إليسا وصلت لنهايتها ولا لسه عندها فصول تانية؟